يا باشا، اهلا يا باشا. حضراتكم كده وش من الاول. يعني انا عايز اتكلم على موضوع احمد حلمي، فيلم النونو اللي الدنيا تبان انها مقلوبة، لكن طبعا هي مش مقلوبة، هي معدولة. بس اللي قلبها اللجان اياها، في لجان مخصوصة مدروسة مدسوسة مبسوسة، هي اللي شغالة على الموضوع ده. وسمعة مصر واحمد حلمي واهانه للشعب المصري ومش عارف كل الافلام اللي احنا عارفينها دي. طبعا احنا عارفين ان ده معمول وان ده مضروب وان ده متدبر وانه ده متظبط اغلبه. وطبعا في ناس اللي هم اولاد الحلال اللي هم عايزين برضو يقفوا جنب البلد وينقذوا البلد ويدافعوا عن كرامتها ويدافعوا عن الناس بتاعتها. انا عايز اسال سؤال: هو احمد حلمي ده مش ابنكوا واخوكوا وصاحبكوا؟ احمد حلمي ده هو اتولد من الحيطه؟ احمد حلمي ده موجود من زمان يا جماعه وعمل مليون فيلم. انت بتثق في الناس ازاي؟ يعني انت فجأة تقرر ان احمد حلمي ده باع بلده وباع دينه وباع حياته علشان شوية فلوس ورزمة ريالات؟ ايه كل الكلام ده؟ انتوا ما تعرفوش مين احمد حلمي؟ هو ما احمد حلمي لما عمل عسل اسود ونزل لقى البلد منيله ب60 نيله ويا كل حاجه وعكسها، كل وقتها كان احمد حلمي برضه. انما طبعا في ناس مش عايزه تصطاد في الماء العكره، في ناس عايزه تبوظ الدنيا، عايزاها بايظه، عايزاها مولعه، عايزاها متنيله، عايزاها تعبانه، عايزاها بتعرج، عايزاها فيها توتر. مهما الدنيا هديت ومهما الدنيا بقت حلوه ومهما الدنيا بقت لطيفه، في حد من مصلحته دايما ان الدنيا تبقى متنيله ب60 نيله. دور النصاب في الفن المصري والسينما المصري موجود من زمان. وعلى فكرة أنا لن أذيع سرا، جوه الفيلم ده هيبقى فيه نصاب سعودي. ما هو على فكرة كل الشعوب اللي في الدنيا عندها نصابين، في نصاب أمريكاني ونصاب إنجليزي ونصاب صيني ونصاب مصري ونصاب سعودي، وكل الجنسيات فيها الكويس والوحش. بقى احنا بنتكلم على ايه يا جماعه؟ ده احنا بنتكلم على حاجه النائب العام المصري بيحقق مع 16 شركه نصبت على مصريين، وبعدين انت طالع تهاجم قبل ما تشوف الفيلم وقبل ما تعرف ايه الحكايه وقبل ما تعرف ايه الروايه. ده الموضوع لسه بيتكتب وبيتوضب وبيتظبط. هو في ايه؟ طب ما اولاد رزق الجزء الاولاني والتاني كانوا نصابين وحراميه وكل يعني اشمعنى دلوقتي بقى النصاب ده دونا عن كل النصابين ودونا عن كل البشر ودونا عن كل الحياه؟ هو ده اللي هيبوظ الدنيا، هو ده اللي هيسيء لسمعة مصر. الفن فيه كل حاجة. الفن مش بس دوره ان هو يوري الانسان الكويس العظيم الطيب اللزوز اللطوف، لا، الفن دوره كمان ان هو يبين المشاكل والمصايب والناس تعرف النصابين عاملين ازاي وتاخد دروس وتتعلم منهم وتفهمهم. يا جماعة ده احمد حلمي. بس هو بقى ايه؟ واضح انه بعض الناس التوليفه كلها مش عاجباهم، او في حته كده من التوليفه مش حلوه، او في حته كده من التوليفه عامله حساسيه، او في حته كده من الحبكه الدراميه عامله دوشه نفسيه. ارجوكم اهدوا كده واحكموا على العمل بعد ما تشوفوه، وشوفوا اذا كان الراجل ده باع دينه وباع بلده بشوية ريالات وشوية ذهبات والتعلفات وكل الحاجات الغريبة دي. اهدوا كده وشوية ثقة يا جماعة في الناس وفي البشر وفي نفسنا وفي حياتنا وفي جيراننا وفي كل حاجة. كفاية بقى خليتوها ارحمونا شوية.